السلام عليكم. لسه شايف بوست كده عن ممثل بيقول ان هو مش بيرضى يكلم المنتجين والمخرجين ولا يكلم اي حد من زملاء المهنة عشان هو ازاي اكلم حد يعني ويرفضني. الحقيقة ده مش حاجة سليمة خالص، لا في البيزنس ولا في الحياة. يعني واحدة من المهارات الأساسية جدا جدا عشان الواحد ينجح سواء في شغله أو في حياته هي إنه ما يكونش عنده fear of rejection، إن هو ما يكونش عنده خوف من الرفض. فان انت لو بتخاف من الرفض انت مش هتحصل على اي حاجه تقريبا في الحياه. you get what you ask for. فالحاجه اللي انت بتطلبها هي دي اللي انت بتقدر توصل لها، سواء في الشغل، سواء في البروموشن بتاعك، سواء في البيزنس ديفلوبمنت او الفريلانس جوب او السايد كيك، الحاجه اللي انت بتعملها جنب شغلك. كل الحاجات دي انت هتترفض فيها كتير. ده لو احنا بنتكلم على شغل. لو انت في الحياه نفسها، فكره ان انا ابقى خايف اتقدم للبنت اللي انا بحبها عشان خايف ان انا اترفض، طب ما تتقدم وتترفض ايه يعني؟ يمكن احيانا بيبقى في مثلا ريجكشن ثريشولد كده لازم نوصل له، اللي هو عدد من الرفض اكتر من مره عشان نقدر ان احنا نبقى عندنا تقبل لفكره الرفض دي. فحاول تخلص الثريشولد بتاعك ده في اقرب وقت. يعني حاول انك تترفض كتير جدا جدا عشان يبقى بالنسبه لك كده ايه، خلاص الموضوع بقى ده الطبيعي بتاعك، وان انت ما عندكش اي مشكله مع فكره الرفض. في طياره معديه جايه تعدي اول ما نبدا اللايف يعني، بس قشطه. فيعني دي كانت خاطره سريعه جدا جدا. تسلم ايمن بيه. ان الفكره مش بس دي مهاره محتاجها الناس بتوع السيلز ولا البيزنس ديفلوبمنت، ولكن دي مهاره للحياه عموما يعني. بس صباح الفل عليكم، وان شاء الله ويك اند لطيف علينا كلنا. سلام.